السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بأفضل حال. اتأخرت عليكم يا أصدقائي شوية المرة ديت. دعواتكم ليا بالصحة والستر. كان في ظروف مرضية شوية والحمد لله على كل حال. موضوع الحلقة النهاردة موضوع جميل جدا، وهو عن الأمان والاستقرار. يعني في أشخاص كتير موجودين حوالينا وفي حياتنا عموما، بسم الله ما شاء الله، ممكن يكونوا أنجزوا في حاجات كتير جدا وحققوا في حاجات كتير جدا، لكن بينهم وبين نفسهم حاسين ان هم ما عملوش حاجة، وان هم مش ما عملوش اي شيء، وان هم مش واقفين على ارض صلبة. يعني الاحساس بالامان والانجاز مضروب بالنسبة لهم، يعني صفر. مهما حققوا ومهما وصلوا، هم بالنسبة لهم، بالنسبة لنفسهم، محققوش حاجة. يعني ده كده بالنسبة لنفسهم، يعني بينهم وبين نفسهم. فما بالك بينهم وما بين الناس اللي حواليهم؟ أكيد 1000000% بينهم وبين الناس اللي حواليهم برضو مش هيبقى فيه لا أمان ولا استقرار لأي حد. يعني هو إحساس داخلي، وبالتالي بيطلع من جوه لبره لكل الناس اللي حواليه. يعني شعور الأمان هنا مهم جدا جدا جدا. لو فكر الإنسان بينه وبين نفسه اللي بالشكل ده، يعني الإنسان اللي ما عندوش استقرار وما عندوش أمان، ايه الفترة او امتى الفترة اللي حس فيها ان هو فقد، او ايه هو الموقف اللي خلاه فقد الاحساس بالامان ده والاستقرار ده بالنسبة لحياته، ويرجع تاني لايام الطفولة، ويرجع لايام الام، مكان مع الام ومكان مع العيلة، ايام زمان جدا. لان طبعا الام مصدر الامان والاستقرار. بينكم وبين نفسكم عشان تحلوا الموقف ده، وعلشان خاطر ان انتوا تسترجعوا امانكم واستقراركم مع نفسكم، وعشان خاطر حياتكم تكون افضل، وعشان خاطر كل اللي حواليكم، انتوا ممكن تفتكروا الموقف او السبب اللي خلاكوا تحسوا بفقدان الامان والاستقرار بالنسبة لحياتكم. افتكروا بالموقف ده كويس جدا، وحاولوا ان انتوا تواجهوه وتناقشوه بمنتهى العقل. حاولوا تحلوه بالعقل والمنطق فعلا، واستحضروا شعور الأمان قبل وبعد الموقف ده. تعلموا دايما تتمرنوا تمرين اسمه حضن الأم. يعني انتوا لازم تحطوا نفسكم في حضن الأم. يعني بفكركم كده ان انتوا تقعدوا مع نفسكم وتستحضروا حضن الأم، وكأنها موجودة وهي بتحضنكم، وتطبقوا نفسكم مع نفسها، وتستعيدوا من تاني مشاعر الحب والأمان والإحساس بالاطمئنان، عشان خاطر تستعيدوا المشاعر دي، وبعدين تسترجعوا تاني الموقف اللي حصل معاكم، وتشوفوا ايه إحساسكم بالنسبة له. أكيد بعد كده الأمور هتفرق وهتبقى مختلفة تماما عن مكان. وقيسي على كده كل مشاعر حتى ما بينك وما بين الأصدقاء. شوفي ممكن تكون متوترة، خايفة من المعاملة معاهم، واخدة جنب منهم. كل دي أمور ممكن تشوفي سببها ايه بينك وبين نفسك وانتي تواجهيها. ممكن خايفة ان انتي تكوني غير مقدرة ومش محبوبة في وسطهم، فده مسبب لك توتر ويخليكي دايما مش مركزة، خارجة عن شخصيتك الطبيعية اللي انتي بتتعاملي بيها. الاستقرار مهم في حياتنا، أهم من النجاح ذاته. الاستقرار الداخلي، وإن الإنسان يكون مبسوط وسعيد في إن هو ذاتيا وداخليا يكون محقق اللي هو عايزه وبيعمل اللي هو عايزه وهو مبسوط وسعيد، أحسن من إنك تكوني محققة وإنك تسعي لتحقيق أهداف وتضغطي على نفسك وداخليا تكوني مش فرحانة أو مش مبسوطة أو مش سعيدة. أما الاستقرار مهم في حياتنا، أهم من النجاح ذاته. الاستقرار الداخلي، وإن الإنسان يكون مبسوط وسعيد في إن هو ذاتيا وداخليا يكون محقق اللي هو عايزه وبيعمل اللي هو عايزه وهو مبسوط وسعيد، أحسن من إنك تكوني محققة
وإنك تسعي لتحقيق أهداف وتضغطي على نفسك وداخليا تكوني مش فرحانة أو مش مبسوطة أو مش سعيدة. يعني بنسعى للي احنا عاوزينه وبنعمل الحاجة اللي احنا بنحبها باستقرار وبهدوء وبإحساس بسعادة، مش بنسعى وبنجري نحقق أهداف واحنا مضغوطين وتحت ضغط كبير ومش فرحانين واحنا بنعمل الحاجة دي، أو تحت ضغط ان احنا لازم نعملها لكن طريقنا يعني مش مبسوطين بيه أو مش سعداء فيه. يعني النجاح هنا مجبر ان انت تبقى تنجح وانت مش سعيد ومبسوط في طريقك، غير ان انت تبقى مستقر وهادي وسعيد باللي انت بتعمله وبتحققه. الفرق كبير جدا. يعني الخطوات اللي انت بتعملها او انت بتعمليها علشان خاطر تنجحي وتوصلي لأهدافك اللي انت عاوزة تحققيها، بتعمليها بحب وباستقرار وبهدوء وحابة ان انت تعمليها فعلا بتستمتعي بيها، مش مجبرة ان انت تعمليها علشان تحققي اهداف وتنجحي وخلاص وانت من جواكي مش سعيدة. وتعالوا معايا يا اصدقائي هنا نشوف افكار جميلة جدا لو طبقناها مع بعض هنشعر بالاستقرار والسلام النفسي. قبل اي حاجة هنا سبحان الله ربنا خلق لنا العقل دوت اكبر نعمة خلق الانسان عليها، علشان هو اكتر حد بيفهم وبيستوعب الصح ايه والغلط ايه، ودايما لازم اللي بيعمل عقله وبيستوعب وبيعمل بالموعظة اللي ربنا قال عليها واللي جت في كتابه دايما هو الشخص اللي دايما يبقى فايز. سبحان الله، لأن ربنا ما حطش حاجة في القرآن إلا وأكيد 100% اللي بينفذها ويطبقها بيبقى آمن وفي سلام وفي أمان ليوم الدين. رقم 1 وهو إن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر ربنا أكيد اللي بيذكر ربنا بيبقى مطمئن. وأوراد الذكر بها تطمئن القلوب سبحان الله، لأن أصلا الإنسان روح غذائه من القرآن الكريم وبذكر ربنا بيتغذى الروح وبتطمئن وبتسعد. وأكيد إن أوراد الذكر هي حصن من أفكار الشياطين ولازم نحصن نفسنا منها. تاني نقطة وهو الصلة ما بين العبد وربنا، وهي الصلاة لازم تكون في وقتها، ولو حد نسى فرض من الفروض فورا يصليها إذا تذكرها، وهي الحاجة الوحيدة اللي ما بين الإنسان وربنا سبحانه وتعالى. ثالث نقطة يا أصدقائي وهو اليقين، إن الإنسان يبقى على يقين بالله سبحانه وتعالى. من تيقن ويصبر فإن أجره على الله ولن يضيع أجرا، ربنا مش هيضيعه أبدا اللي دايما عنده يقين كبير بربنا سبحانه وتعالى. ورابع نقطة يا أصدقائي وهو الإحسان في المعاملات ما بين الناس. دايما ادفع بالتي هي أحسن، لعل الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مهما حصل ادفع بالتي هي أحسن. والإحسان ما بين الناس عليه عامل كبير في الإحساس بالأمان والاستقرار. وسبحان الله دايما ربنا كلامه حق وذكره وكتابه اللي بيلتزم بيه دايما واللي بينفذ تعليمه وبيعمل بيه هو آمن مستقر ليوم الدين. بيقولوا لك أهل الجنة هم أهل التطبع، اللي دايما بيجاهدوا نفسهم وبيغيروا في طباعهم للأفضل وللأحسن علشان ينفذوا كل حاجة ربنا قال عليها. اللي فيه طبع مش كويس أو اللي بيتصرف تصرف مش كويس أو اللي بيقول كلمة مش كويس، دايما اللي بيجاهد نفسه يكون أفضل نسخة من نفسه زي ما قال ربنا. وفي المعاملات ما بين الناس هو الأفضل على الإطلاق، وهو أفضل حد تلاقي عنده الأمان والاستقرار ومحقق دايما نجاح على المستوى الشخصي والاجتماعي
والمادي، كل حاجة ربنا بيوفقه في حياته. الإنسان هنا جهول، مش عالم، مش يعرف حاجات كتير، لكن ربنا حط قواعد وقوانين، وحط حتى في المعاملات ما بين الناس كل شيء مذكور في القرآن الكريم. والإنسان هنا ما عليه إلا إنه يطبق تعليم ربنا اللي جه بيها وقالها، بس هيكون في سلام وأمان واستقرار ليوم الدين. فإحنا يا أصدقائي سبحان الله دايما القرآن الكريم وكل حاجة جت فيه سبحانك يا رب، اتكلم في كل شيء وكل المواقف وكل الأفعال والتصرفات اللي لازم الإنسان يكون عليها ومتوجه بكلام ربنا ليها. وعلى هذا الأساس فإن دايما اللي يكون قريب من ربنا ويعمل بتعاليمه اللي جه وينفذ كل شيء في القرآن زي ما ذكر وتعامل بيه، غير الإنسان اللي بعيد عن ربنا أكيد مليون في المية هيبقى أكتر حد مش محقق ولا أمان ولا استقرار في حياته. بالتالي فإن حياته هو هتبقى طبعا فيها مشاكل كتير جدا جدا، ومفيش فيها السعادة الحقيقية. أكيد مليون في المية مفيش حد فينا كامل، ومفيش حد فينا ما بيخطأش، وأنا أولكم. أكيد مليون في المية إن إحنا بنحاول وبقدر الإمكان أحسن حد في الدنيا بيحاول ويجاهد نفسه علشان خاطر إنه يوصل يكون أسعد واحد في الدنيا ومحقق إحساس بالاستقرار والأمان والسعادة وكل حاجة حلوة معنا في الحياة. وبالتالي فإن هي دي سعادتنا، إن إحنا دايما على قد ما نقدر نتمسك بكل حاجة ربنا قال بيها، وربنا دايما يا رب يحقق لكم كل اللي بتتمنوه وتعيشوا في أمان واستقرار ليوم الدين. بشكركم على وقتكم اللي قضيتوه معايا، وبشكركم على حسن الاستماع، وإن شاء الله حلقة جديدة من حلقاتي القادمة إن شاء الله. شاركوني في التعليقات لكل اللي عنده إضافة يحب يضيفها، وخلونا نتعلم من بعض.